ديالي بكل حريه ما تقمعنيش، بكل ادب وكل احترام السي اسعد. لماذا اقمعك؟ انا عارفك انت انسان كتعطي الانسان، انا عارفك انت كتعطي الانسان الحق انه يقول الراي ديالو بكل حريه، وهذه حاجه كنحترمها فيك. اولا مرحبا بك في المغرب على الراس والعين، ولكن انا جايه عندك من خلال هذه المنصه شكرا جزيلا باش نوصل واحد الرساله للمغاربه وللجزائريين. يا اخواني المغاربه ويا اخواني الجزائريين، انتم اللي كطلعوا عند هذا السيد اسعد الشرعي باش تناقشوا في التاريخ. جدودنا وجدودكم كانوا رجال وخلاو لنا تاريخ، ولكن للاسف حنا ماشي رجال وماشي عيالات، لاننا حنا دابا شنو كنصنعوا لولادنا والاجيال القديمه؟ كنصنعوا لهم هذا التاريخ اللي كله نزاعات، اللي ولا من هب ودب كيجي ويتدخل فينا ويفتي علينا. مع احتراماتي لك السي اسعد، مع احتراماتي لك السي اسعد، غير ما تقاطعنيش. الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير، الله يجازيك بخير. انا ماشي جزائريه، انا مغربيه كازاويه دكانيه. ايش ما كنتي انا موضوعي تصريحات بن كيران. لا ماشي مشكل، انا غادي نعطيك مداخله ولكن ما تقمعنيش. قلتي لي ما غتقمعنيش. لا قلتي لي ما غتقمعنيش. انا لا اريد الخروج عن الموضوع. طيب بالنسبه للموضوع ديال تصريحات بن كيران او تصريحات الاحزاب، بالنسبه للتطبيع بصفه عامه، ديجا هذيك الملكه وهذاك الياس كنتوا غير كتخربقوا، كنتوا كتقولوا في اي حاجه. تطبيع عندهم ماليه، عندنا وزير خارجيه سميتو بوريطه، عندنا دوله متكلفه بالتطبيع. الا كانت شي حاجه دارتها الدوله حنا تابعينها من وراها، حنا يا شعب حنا ضد التطبيع. حنا التطبيع هذيك علاقات ما بين الدوله ودوله بيناتهم. اما بالنسبه للعقيده ديالنا حنا راه هي عقيده ما كتبدلش وما كتغيرش. كاين واحد وزير خارجيه هو مسؤول على داك التطبيع، كان حزب ضد، حنا عندنا حريه التعبير، حزب ضد ما كاين حتى شي مشكل بيناتهم. حنا الشعب خليونا بعاد من هذا الشيء، الله يخليكم. السي ايمن السي اسعد جيتي عندنا مرحبا بك، ولكن حنا عارفين باللي انت مسترزق، وانا غادي انا مغربيه ياك، وهذاك ياسير ولا ما عرفتش سميتو مسترزق، وهذاك قادر مسترزق، وكلكم مسترزقين. وهذاك ياسر لا يمثل الشعب المغربي، وهذاك قادر لا يمثل الشعب الجزائري، وحنا خوتو ما غاديش نرحل لانكم كلكم انتوما قاطع، انتوما كلكم قاطع. طيب كفاكم من الفتنه، كفاكم من الفتنه. شوفوا الزلازل. اسمح لي ما بغيتش نغلط، انا ما بغيتش نغلط، ولكن قاطع هذه ماشي كلمه عيب، ماشي كلمه عيب هذه. انتقي كلامك، انتقي كلامك، ماشي كلمه عيب هذه، ماشي كلمه عيب، ماشي كلمه عيب. ياسر ما كيمثلش الشعب المغربي. يعني غنم يعني انسان. اش كيقول لك القاطع؟ يعني شنو كيقولوا في القاطع؟ شنو كيقولوا بالقاطع؟ كيقولوا ان انسان اللي جاي يسوقو، اللي جا يسوقو يعني خرفان، اللي جاي يسوقو الريح، اللي جاي يديه. كفاكم من الفتنه. ما شفتوش الزلازل؟ ما شفتوش الناس كتموت؟ انا مغربيه وراجلي مغربي الله يهديكم. واش هما اللي هضر معاكم في الحق كتجيو تعيروه وتسبوه؟ واش هما انتم كتضربوا على التاريخ؟ لا هذه انسان مغربيه لا جزائريه لا صحراء، هذه لا صحراء. اجدودنا كانوا رجال وكانوا عائلات وكانوا يتناسبوا مع بعضياتهم وخلاو لنا تاريخ نفتخر به. وجيتوا نتوما شنو ما كتفكروش شنو غتخليو لولادنا؟ ما كتفكروش شنو غتخليو لولاد ولادنا؟ غادي شنو غادي تخليو في التاريخ؟ غتخليو السبان وتخليو المعيار وتخليو القذف والشتم. راه حرام، راه حرام، راه عيب، راه عيب تخليو واحد كيما هذا، كيما اسعد الشرعي، مع احترامي لك، ولكن انا عارفه شنو الخلفيات ديالك. مرحبا بك في المغرب. انا حنا ناس كنرحبوا بالضيف كيف ما بغيتي تكون، ولكن صراحه نقولها لك في وجهك، ما نقولها لكش في وراك. انت مسترزق، هذاك قادر مسترزق، هذاك ياسر مسترزق، كلكم مسترزقون. كفاكم، حنا كلكم مسترزقون. طيب انا بالنسبه لي انا خارج، انا براني مالي دخل. انا اهيب بكل الاخوه المغاربه والجزائريين ان يسمعوا كلام الاخت هذه ويصطلحوا ويتركوا المشاحنه. يا اخي اسعد، 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 والله هذا الشيء يؤلم. ما اتفقش معاك، يؤلم. ما اتفقش معايا يا اخي، انا ما قلتلكش تتفق معايا، انت براسك راك عندك. ما اتفقش معاك على الملكه والياس. انت ملكه والياس شنو طلعوا يقولوا؟ ملي كيسولها اسعد سؤال، كتقول له تسنى الياس يجاوب. بالله الفيزا كيقول لنا تسناو الملكه تطلع، طلعت الملكه شنو قالت؟ تطبيع. انا لا، خلي تطبيع عنده ناس ويهضروا عليه. مستواك لا يحق لك ان تتكلمي عن الملكه والياس. مستواك انا ما نتكلمش معاك، انا ما كنتكلمش معاك، انا عند اسعد. انا بضطر انزل لحظه.
بيفتح ميكروفونه ينزل على طول. لو سمحت يا اختي تتعاملي معي، ولما اقول لك اهدئي عشان ناخذ ونعطي. يعني اللايف هنا مو خطابات، يعني جايه تلقي خطاب وتنزلي، لا انا تناقشيني. مرحبا. تناقشيني في الموضوع واناقشك، يعني مو قضيه مهرجان خطابي جيتي تلقي لي خطاب وتمشي. لا، انت صنف الناس كما تشائي، صنفي ياسر مرتزق، صنفي الكل مرتزق، عادي، هذا رايك يعني، في الاخير ما يطلع ما ينزل. لكن انا معك في مساله، واشد على ايديهم من لايفي هذا انه يا مغاربه ويا جزائريين اتركوا المشاحنات، لا تتشاحنوا، الله يألف ذات بينكم والله يصلح ذات بينكم، وإن شاء الله تعيشوا بثبات ونبات. وأنا الآن أقول لك الآن سيطلع مغربي يخونك الآن، لأنك قلتي أن الجزائري أخوك. المشكلة مو عند سعد الشرعي، المشكلة مو عندي يا أختي. لا تكونش كل شوية تلبسوا لكم للبراني هذا المسكين، كل شويه تلبسوها علي انا، لايفك ولايفك. لا، المشكله تعطيني حق الرد، تعطيني حق الرد، تعطيني حق الرد. اسمعي. انا اعطيك حق الرد واعطيك حق الكلام واعطيك حق المداخله كيف ما تشتي. ما عندي انا اي مشكله في هذا الجانب. يعني عالجوا المشاكل من داخل، لا تحملوا الاخرين. انا لايف، افتح لايف، انا الان استمع اليك. ما المشكله ان استمع اليك؟ ما المشكله ان استمع لياسر؟ ما المشكله ان استمع لقادر؟ ما دام في حدود الادب ويتناقشوا، نعم يسخن النقاش، ما المشكله؟ لماذا الخوف؟ لماذا تخافون من النقاش؟ انا نجاوبك علاش السي اسعد، ان هذوك يطلعوا يناقشوا ولا قادر ولا ياسير. انا ياسر كنت في الاول من المتتبعات ديالو، وكاين اللي شفتو كيقول لهم رسلوا ترانات، واللي شفت الحوارات ديالو ولات متوجهه لواحد الناحيه اخرى. انا ماشي من الخرفان، سمعت علاش كنقول لك؟ ما انا داكشي ماشي خوف من النقاش، لان هذاك قاطر جاي كيطلع كيسترزق بهذيك الهضره ديالو، لان عنده متتبعين خرفان، وياسر عنده متتبعين خرفان، وانت عندك متتبعين خرفان. هذوك كيقول لك نزلي، هذوك اللي كيقول لك انا نقول لك علاش، ممكن تقول. انا نقول لك علاش. انا كنت خليني نجاوبك. لا غنجاوبك، ما تعملش معايا الطريقه ديال القمع. لا غنجاوبك. انا كنت من المتتبعات ديالك، اي لايف ديالك كندخل ليه. انا اي لايف ديالك كندخل ليه. اسمعي، باعتبارك في لايفي فانت واحده من النعاج، من القطيع. انا نقول لك، انا كل مره كنطلع عندك بالصوره ديالي انا غنجاوبك. انا غنجاوبك. انا كنطلع باش نقول الهضره ديالي، وديما كندير لك طلب الكاس وما كتطلعنيش، ما كديريش لي. لا خلاص، ما دام الناس كلهم عندك نعاج امشي. انا آليت على نفسي الا اترك احد يسيء الى احد. ياسر نعجه وفلان نعجه وفلان نعاج، ما حدا فحلها الا انت ما شاء الله عليك، اسده بطله لبوه من اللبوات، كل الناس خرفان. ما هذا المنطقه الاعوج. طلعوا ناقشوا بشكل محترم. ارجعوا لحزب العداله والتنميه. انا قلت لكم في بدايه اللايف لا يطلع عندي الا شجاع يستطيع ان يتكلم